هذه التصريحات اللاذعة التي يتخذها دائما، يقول اتهام السيسي بقتل المتظاهرين مرفوض شرعا، من يطالب بالقصاص جاهل، ومنصب وزير الدفاع غير محصن في الدستور. طيب أنا تعليقي الأول على التصريحات اللي هو دكتور ياسر البرهامي، أنا شايفة أنها يعني عليها علامات استفهام كتيرة سواء دينيا أو سياسيا. يعني إيه ما فيش اتهام أي حد يتقال إن هو مرفوض شرعا واللي بيطالب بالقصاص جاهل؟ يعني إزاي الواحد ممكن يطلق أحكام عامة كده إذا في حد متهم بأي تهمة بالتالي دينيا وقانونيا من المفروض إنه يتم التحقيق فيها والتحقق منها وبعدين يتقال إنه والله الاتهام ده مظبوط أو غلط. إنما فكرة مرفوض شرعا إنه ما حدش يقرب من الاتهام يعني أن الشرطة فتح السيسي ليس هو الذي نزل ورفع السلاح وضرب وقتل. معلش بس ما هي قوات ما هي بالظبط، بس ما هي قوات الامن سواء جيش او شرطه هي اللي هي قتلت الناس اللي ماتوا، فهو هيبقى مسؤول مسؤوليه معنويه. ما هو نفس الحاجه مرسي بيتحاكم على الاتحاديه، اكيد هو ما ضربش بنفسه، ومبارك برضو بيتحاكم برضو اكيد هو ما ضربش بنفسه. فقصدي يعني فكره انه ودلوقتي خلط الدين بالسياسه بالقانون كله ده اوكي ما دام ايه حزب النور فما فيش اعتراضات. تخيل لو كان اي حد تاني قال هذا الكلام قبل كده.